مساء الفل عليكم. احنا النهاردة زي ما انتم شايفين قدامنا رايحين معبد اسمه أبيدوس. أبيدوس ده معبد مليء بالأسرار، يعني احنا مش عارفين اتبنى امتى، مش عارفين اتبنى ازاي. في أسرار جواه كبيرة جدا، أهمها انه عالي جدا من ناحية الطاقة. مش بس كده، كمان تاريخ الإنشاء فيه عليه يعني قولان وكلام كتير، لأنه اللي وصل لنا ان هو النسبة الأكبر منه معمولة في عصر الملك سيتي الأول وابنه رمسيس الثاني. لكن في الحقيقة لقوا أطلال من حاجات كتيرة ترجع لعصر الدولة الوسطى، وحاجات لقيناها من الدولة القديمة. بس ده العادي بتاع كل الحاجات اللي لقيناها في الوقت ده. كمان معبد أبيدوس من الأماكن القليلة جدا اللي لقينا أطلال حاجات تحت المعبد بحوالي 20 متر. وده مكان يعني مليء بالأسرار أكتر، وده اسمه الأوزايرون. اللي هو برضو احنا ما نعرفش اتعمل امتى وما نعرفش اتعمل ازاي، عشان كتل الاحجار وحجمها ضخم جدا، وكمان غويط جدا، يعني تحت المستوى الارضي بتاع المعبد بحوالي 20 متر. دي الواجهة اللي موجودة بره، هنلاقي عليها مرسوم الملك سيتي الاول، وهو مع الملك سيتي متصور مع نترو مختلفين، او اللي هي بنطلق عليها خطأ يعني اسم الآلهة. سواء على الميدان زي ما احنا شايفين ورا بعض كلهم، سواء جوه في المقاصير، في 7 مقاصير موجودة، منهم مقصورة للملك سيتي والست مقاصير للنترو. اللي هي يعني ما نعرفش نترجمها بشكل مباشر هي ايه بصراحة. يلا نخش المعبد ونشوف ايه اللي موجود جوه. كل جزء بقى موجود في المعبد ده لغز من الألغاز. يعني البوابات اللي ورايا دي يقال ان هي يعني ليها تأثير كهرومغناطيسي وتأثير طاقي في المكان، فبتحس ان الطاقة عالية. البوابات نفسها والعتب بتاع البيبان والفوق هتلاقوها معظمها معمول من الجرانيت. فغير مفهوم ليه في حتت معينة معمول جرانيت وباقي المعبد كله زي ما احنا شايفين كده حواليا المفروض انه كله معمول من حجر الجليد. هنلاقي مناطق محطوط فيها جرانيت، لانه الجرانيت كده كده ليه علاقة بالطاقة. يعني الجرانيت فيه كوارتز، والكوارتز ده في ضغطه بمستوى معين وبوزن معين بيجمع الطاقة وبيحبس الطاقة وبيعمل حاجات كتيرة في الطاقة. حتى غرفة الدفن بتاعة الملك خوفو اللي سميناها يعني خوفو، دي برضو ليها علاقة بالطاقة. يعني ده مش ليها علاقة من الأماكن اللي فيها أساسا معمولة للطاقة، لتخزين بقى أو تجميع أو حتى يعني تكوين الطاقة نفسه بيحصل هنا في الأوضة اللي معمولة من الجرانيت دي، أو أيا كان اللي بيحصل للطاقة، بس هي كده كده ليها علاقة بالطاقة يعني. ف زي ما بقول لكم كده معبد ضخم جدا، مفيش حتة فيه فاضية من غير رسومات. بس رسومات. طبعا معظم المعابد اللي في مصر لما لقيناها مع بداية القرن ال19 ونهاية ال18 كانت مردومة بالرملة، فده ساعدنا كتير في انه يحافظ على مناظر كتير في معابد كتيرة وفي حاجات كتيرة زي المناظر اللي احنا شايفينها دي. حتى الترميم اللي اتعمل او بيتعمل طول الوقت هو عبارة بس عن تنظيف. ده المحور الاساسي بتاع المعبد اللي بنلاقي منه المحاور ورا ماشية على نفس الاتجاه. بصوا كده بنفضل مكملين ماشيين فينا على نفس الاكس ده او نفس المحور بتاع المعبد. الحيطان كلها مرسوم عليها طقوس، او احنا شايفينها يعني طقوس. معبد أبيدوس هنا فيه 7 مقاصير. المقاصير دي قد تشير ل7 شكرات أو مداخل الطاقة في جسم البني آدم، قد تشير لحاجات تانية، قد تشير لقوة كونية احنا ما نعرفش قوي. يعني أنا أعرف كل مقصورة بتاعت مين، بس هذا الشخص أو هذه الكينونة بتمثل ايه بالظبط دي اجتهادات بقى، ما عندناش رد دفنت يعني بخصوصها. ده حورس اهو مرسوم برا وقدامه الملك، المفروض ان دي المقصورة بتاعته. نلاقي كل الرسومات بتاعة الملك قدام حورس. طبعا السقف كمان كان مرسوم.
واخر كل مقصورة في الوش كده هنلاقي الباب ده على شكل باب وهمي، فيه شوية حاجات معمولة فوق، الحاجات الرسومات اللي فوق بتتغير. قد يكون هذا الباب الوهمي كان متغطي مثلا بالذهب، انه يعني في حفر كده بتدل ان في حاجة كانت مدقوقة فيه. والجزء ده كمان حجر مختلف عن باقي الحجر، يعني بصوا كده. ده كمان ليه علاقة بالطاقة أظن، لأنه نوع من أنواع الأحجار اللي هو الجرانيت كان ليه علاقة قوية جدا بالطاقة. احنا لسه مش عارفين كينونتها، يعني مش عارفين نوع الطاقة ده ايه بالظبط. الطاقة دي ممكن تكون طاقة كهرومغناطيسية، طاقة كهربائية، طاقة ايا كان نوعها اللي احنا لسه مش متأكدين منه. فكل مرة هنلاقي البوابة اللي في الآخر دي معمولة من الجرانيت. دي المقصورة التانية بتاعت إيزيس، ودي إيزيس اهي مع الملك برضو. كل المناظر هنلاقي فيها جوه إيزيس. إيزيس بصورها بقى والتيجان بتاعتها، والفتحات دي اللي احنا بنقول عليها. احنا دلوقتي بنعمل تجربة بنقيس الطاقة. ممكن في حاجة اسمها البندول، في آلة معينة كده بتقيس الطاقة، او سلسلة عادية، اي سلسلة انت لابسها او اي حاجة فيها اي حاجة تقيلة من تحت، بتمسكها وبتثبت ايدك، بتحط ايدك على حاجة وبتشوف الحاجة دي بتتحرك ولا لا. بالنسبة للطاقة، كل ما السلسلة دي بتتحرك تعمل قطر دايرة اكبر، معنى كده ان الطاقة اكتر. طبعا لازم تعملوا زوم شوية عشان تشوفوا السلسلة دي بتتحرك ازاي. من الحاجات الجميلة اللي هنلاقيها في معبد أبيدوس إن معظم النقوش اللي على الحيطة في حالة ممتازة، وكمان الألوان. هو السقف بس اللي عايز يتنضف عشان يبقى زي دندرة. هنشوف معظم الأوقات هنشوف سيتي مرسوم مع نترو مختلفة، زي إيزيس مثلا، وزي حورس، وزي بتاح، وزي أوزوريس، ونترو تانية. بس من الواضح ان الشخصيات دي بتمثل كائنات طاقية او بتمثل طاقات معينة، كل واحد بيديله الطاقة بتاعته، اللي هي طاقة الأنوثة مثلا، طاقة البصيرة، طاقة القوة، طاقة الوضوح. ودي لسه ما توصلناش ليها بشكل كامل، اول ما نتوصل لها بشكل كامل هنتكلم في الموضوع. دي نيشات او مقاصير صغيرة جدا محفورة، طولها اقل من ارتفاع الباب. احنا دلوقتي خرجنا من المعبد ورحنا في مكان اللي هو الاوزايرون اللي قلتلكم تحت الارض بمستوى 20 متر. هذا المكان بقى ليه قصة لوحده وليه حوار كبير وطويل جدا، هنبقى نتكلم فيه في فيديو منفصل عنه. وشكرا جدا ليكم.